تعالي هقولك على كام علامة كده تعرفي بيهم ان ربنا بيحبك رغم انك على معصية. فالعلامات دي اسمعيها مني، وان كنت على طاعة زيدي من طاعتك، وان كنت على معصية ارجعي لربك. عارف او عارفة لما تزهد الدنيا وتبص تلاقي نفسك مش باصص للي في ايد غيرك، وان الطمع ده اخر حاجة تفكر فيها، وانك مكتفي برزقك ومبسوط بيه، دي علامة من علامات حب ربنا. عارف لما تبص تلاقي جوه منك عايز تقضي حوائج الناس، ونفسك تساعد الناس، ونفسك تفرح الناس، دي علامة من حب ربنا ليك. عارف لما تبقى حياتك كلها نفسك تعمل صدقات ومحدش يعرف بيها، وتبقى في الخفا اكتر من العلن، يبقى دي علامة من حب ربنا. عارف لو انت مبتلي ومثلا حياتك فيها ضيق او حياتك فيها مشاكل او مريض، فدي علامة من حب ربنا. ليه بقى؟ عايزك تروح له نضيف، عايز يشيل ذنوبك، مش عايز انك تبقى تروح لربنا وانت في صحيفتك سيئات. ربنا الابتلاء اللي بيبتليهولك بيمسح بيه ذنوبك. يعني احنا لما بنتشك في ايدينا ولا بنتعور بنقوله لبعض ايه؟ ده غفر لك ذنب. عايزة اقول برضو العلامة الاخيرة انك لما تبقى حياتك كلها حتى لو كنت على معاصي كتير في الحياة، تبص تلاقي اخر 3-4 سنين في حياتك او في حياة اي حد عاصي ربنا اقبله على الطاعة او اقبله على العمل الحسن. يعني تبص تلاقي واحد كانت حياته كلها خمور ونساء ومعاصي، ومرة واحدة تلاقيه بيصلي أو بيسعى في إنه مثلا يعمل صدقات في الخفا، أو بيسعى إنه بيعمل خير، بيعمل عمل صالح، فدي علامة من حب ربنا. فأنت شوف كم علامة فيك تدل إن ربنا بيحبك، ولو كنت على طاعة زد من طاعتك، ولو كنت على معصية ارجع لربك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. صباحكم فل.